ليه نشتري في الداون تاون وليه نشتري في نايل بيزنس سيتي؟ عشان كل مدينه في العالم فيها داون تاون واحده بس، العاصمه الاداريه فيها داون تاون واحده بس، فيها كمان حوالي 80% من المعالم الموجوده في المرحله الاولى للعاصمه الاداريه. زي ايه؟ داون تاون مساحتها 1364 فدان، اللوكيشن بتاعها في قلب العاصمه الاداريه على النهر الاخضر دايركت وعلى محور بن زايد. طب الترافيك هيجي منين؟ هيجي من اول حاجه عندنا كاتدرائيه ميلاد المسيح، اكبر كاتدرائيه في الشرق الاوسط، منطقه المستثمرين فيها اكتر من كومباوند، منطقه الار 7، منطقه الار 8 فيها كومباوندز كتيره جدا، كمان عندنا الحي الدبلوماسي فيه كل السفارات. هنطلع فوق شويه، عندنا فندق الماسا، عندنا المحطه التبادليه، مدينه الثقافه والفنون، الحي الحكومي المالي وده مساحته 1133 فدان، عندنا الحديقه الرئاسيه بتفصل ما بين الحي الحكومي وما بين الحي الرئاسي، جنبه المطار العاصمه الدولي وده من اكبر المطارات اللي هتبقى موجوده في المنطقه. ساحه الشعب دي مهمه جدا، فيها النصب التذكاري، في اكبر ساري علم في العالم، فيها مركز مصر الاسلامي هيكون المسجد الرئيسي للدوله. دفعات الداون تاون بتبدا من اول ارض و5 ادوار لحد ارض و16 دور، ما عدا شريط الابراج السياحيه بيبدا من اول ارض و20 دور، تدريجيا بيرتفع لحد ارض 35 دور، ما عدا نايل بيزنس سيتي ارض و50 دور، وده اللي هنتكلم عن تفاصيله دلوقتي. نايل بيزنس سيتي مساحه الارض 32828 متر، تقريبا 7.8 فدان، ودي اكبر مساحه ارض موجوده في شريط الابراج السياحيه. ارتفاع المشروع من الارض 233 متر، اطول مشروع موجود في منطقه داون تاون العاصمه الاداريه، تاني اطول مشروع موجود في العاصمه لحد النهارده بعد الايكونيك تاور، ثالث اطول مشروع موجود في افريقيا. نايل بيزنس سيتي البيلت اب اريا بتاعته 296,000 متر بمساحه 70 فدان ونص، عشان كده نايل بيزنس سيتي هو اعلى مدينه رأسيه موجوده في افريقيا. المشروع ارضي و50 دور، 5 ادوار بيزمنت، دول هيبقوا اندر جراوند باركنج، السعه بتاعتهم اكتر من 5000 عربيه، 5 ادوار تجاري. بعد كده المشروع بينفصل لاربع ابراج من فوق، هيبقى اداري وفندقي. واجهه المشروع على النهر الاخضر 200 متر، فده مخلينا بنعمل 3 مداخل على النهر الاخضر. كمان مساحه المول التجاري 60,000 متر، ده اكبر ميجا مول في شريط الابراج السياحيه، فيه 5 اتريمز، فيه 10 اسكليترز، فيه 13 اسانسير، بالاضافه لكل تاور من الاربعه فيه 13 اسانسير، يعني المشروع كله فيه اكتر من 60 اسانسير.